بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مع حلقة هامة من حلقات الدائرة الحمراء مع الشيخ موسى من العالم الآخر، لنعرف بعض التفاصيل عن العالم الآخر من الجانب المسلم الذي دعاه الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، للتعرف على بعض التفاصيل. حاج موسى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاج موسى، أنت ديانتك إيه وجنسيتك إيه؟ أنا كانت ديانتي الأول يهودي، وجيت على جسم ميسة عشان هي مسلمة وموحدة بالواحد، وحبيت الدين الإسلامي منها، حبيت ذكرها، حبيت صلاتها، فتعلمت منها هي معنى الدين الإسلامي. فأصبحت مسلم على جسدها. بفضل ونعمة الله. لن أضر أحد بإذن الله، بل أعامل على شفاء الناس من المس والحسد وأعمال اللي هم الناس اللي على وجه الأرض بيعملوها بالربط بين النساء والرجال. جزاك الله كل خير. طيب، العالم الآخر عالم الجان، في جنسيات، يعني أنت مصري، في عراقي، في سعودي؟ طيب، جنسية حضرتك إيه؟ كل أنا سعودي. سعودي الأصل؟ سعودي الأصل. طيب، كنت بتعيش فين في السعودية؟ كنت بعيش في جدة. في جدة؟ طيب، جدة. جدة ده منطقة الحرم، وربنا سبحانه وتعالى حرم على المشركين يدخلوها. كيف كنت تعيش في جدة؟ بس أنا مش مشرك، أنا بوحد الواحد. لا إله إلا الله ونعم بالله. أنا مش مشرك، ونعم أنا بالله. بوحد الواحد الأحد الفرد الصمد. ونعم بالله. ولساني ينطق الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، محمد ابن عبد الله. ونعم بالله. ونعم بالله. حاج موسى، هل لكم ارتباط بالأرض زي البشر؟ بين البشر ما لهم ارتباط؟ يعني ليه أنت سبت السعودية وجيت مصر؟ جيت عشان ميتة. طب شفتها ازاي؟ كانت تقوم بالليل كتير وتدعي ربها. أيوة، من السعودية؟ من أي مكان على وجه الأرض. أيوة. نشوف من حيث لا تدري أنفسكم ولا تعلم عقولكم. لا إله إلا الله. لو إحنا أمرنا مولانا عز وجل أن نروح أي مكان، أي مكان، مسافة لمح بصرك. الله عندما يأمر كن فيكون. الله الذي يكون للشيء كن فيكون. رب العرش هو الذي تتهزز السبع سماوات والأرض. ونعم بالله. ولا أحد غيره. طيب، لكوا اهتمامات نفس اهتمامات البشر في المكان اللي بتعيشوا فيه؟ يعني مثلا مصر الآن تمر بأزمة اقتصادية، هل أصبح لك ولاء في البلد اللي أنت عايش فيها وتهتم بيها؟ ليه لا؟ ليه لا؟ ليه لا؟ ومصر مذكورة في كتاب الله. لا إله إلا الله ونعم بالله. والنبي أرسل إليها وقال إن دخلت مصر فادخلوها سالمين آمنين بأمر الله. مصر انذكرت في قرآن الله، في كتاب الله النبي انذكرت مصر. طب هل تشعرون بنفس المشاكل أو جزء من المشاكل اللي بيعيشها أهل المكان؟ لا 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 لا، احنا هناك ما عندناش مشاكل، لأن احنا مش بنحس بالحالة المادية اللي انتوا بتحسوا بيها. احنا الحالة المادية، انتوا هنا عندكم أزمة اقتصادية هائلة ضخمة متضخمة بسبب ناس نفوسها ضعيفة تكدس لأنفسها فقط وليست لغيرها.
مم. طيب أعماركم تتراوح من كام وكام؟ لا أعمار لا بني لا الجن لا حاليا. لا كتير، فوق 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 خيالك، فوق ال600 ألف سنة. يا خبر أبيض. ده كتير كتير قوي. تتكاثرون، بتخلفوا أولاد. تكاثر، تكاثر وإنجاب ومعاشرة وأعمار ليس لها إلا بإذن الملك. لا إله إلا الله ونعم بالله. الملك بس طيب. هو اللي بيؤمر بأخذها وليس لا إله البشر. إلا الله ونعم بالله. طيب من هو الشيطان الرجيم؟ يعني تصنيفات الجن في مارد وفي ديانات وفي إسلام وفي شقي وفي، عايز أعرف تصنيفات الجن ومن هو الشيطان الرجيم اللي أمرنا ربنا سبحانه وتعالى ورسول كريم بالاستعاذة منه عند قراءة القرآن الكريم. أكيد أنت كجن مسلم برضه بتستعيذ منه وأنت بتقرأ القرآن. أكيد. أيوه بتستعيذ منه. من هو الشيطان الرجيم؟ الشيطان الرجيم الذي يأتي إليك فجأة ما دون أن تشعر بوجوده ولا تلمسه بأيدك، هو الذي يأتي إلى أذنيك ويوسوس لها بكل ما هو حرام وليس مستحب عند الله عز وجل. فأنت وأنت يعني مثلا زي حضرتك كده تمسك القلم وتكتب وخيالك يسرح في إيه؟ في مقالة معينة من اللي حضرتك أنت تكتبه. نعم. وفجأة كده تبص تلاقي قلمك ابتدى يكتب. ساعات تبقى متحمسة قوي لكتابة الموضوع اللي حضرتك تكتبه. نعم. وفجأة تحسي ان انت خلاص شعرت باليأس، لا إحباط. تحب ان تكتب ولا تحب ان تمسك القلم. وسوسة. ومع ذلك يروح الكلام من فكرك. تمام. حضرتك كنت حفيتي كلام كتير قلمك عايز يحطه على الورق وكده، وحضرتك قاعدة مع نفسك فجأة تبص تلاقي الكلام اختفى. انا كنت محضر كلام كده عشان اكتبه فجأة لا رفض إله إلا الدماغ. الله فعلا. ليه؟ لأن الشيطان حضر إلى جسدك ليعطلك عن عملك الذي أنت تعمل من أجله. أتى إليك على أي صورة أيا كان، انشغال بورقة وقعت من حضرتك، انشغال بتليفون جاءلك فجأة، فهذا يجعلك عقلك انشغل مع الشيطان. بالظبط زي اللي بيوصف في زي الصلاة. أيوه يشغل الواحد يفكره بالحاجة اللي نسيها شوف وقت بقى الصلاة انت بالظبط. قايم تدي ذكر الله عز لا إله وجل إلا الله. وانت بتتوضا حضر اليك، لان دي لعبته القوية. يأتي عندما تأتي الى ربك فهو يظهر ظهارا فيعطلك عن ما هو يقربك من ربك. إذا هو وظيفته الشيطان. وظيفة الشيطان إبليس اللعين عليه نعلة الله، عليه نعلة الله والملائكة والمسلمين كلهم أجمعين. لا إله. شغلته الشاغلة أن مش هو خاطب ربنا عز وجل وقال له والله لأغوينهن إلا عبادك منهم الصالحين المخلصين والمخلصين والصالحين. أيوة. هو خطب ربنا لأغوينهن. الله العظيم تحدى عناد. مش تحدي. عناد. تحديه مع الله قال له عناد. إلا عبادك منهم الصالحين. أيوة. يعني معنى ذلك ان ربنا عارف ان في عباده صالحين طبعا. صالحين ليس له عليهم يأمرون بالبر وينهون عن المنكر. ليس له عليهم سلطان ابدا. ما يدخلهمش مهما حاول بقوة أيوة. ايمانك. قوة الايمان بالظبط. بقوة ايمانك تنتصر بقوة الإيمان فوق جميع الشياطين والجان جميعا 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 ولن يأذوك بشيء إلا أن كتبه الله لك. الله عز وجل هو الذي يكون للشيء كن فيكون وليس غير الله. وليس غير الله. ولا تحسبن أنفسكم فوق الله لكن الله فوق أنفسكم وفوق أنفس جميع البشر. الحمد لله. الحمد لله. اتق الله تجد الله اتجاهك. طبعا الحمد لله ونعم بالله. اتق الله. إذا أنت تحب مصر. أنا أحب كل شيء وخاصة مصر لأنها ذكرت في كتاب الله المجيد. طب تدعي دعوة لمصر.
أدعي دعوة لمصر. ايوه تسمعها كده دعوة مصر. أدعي دعوة لمصر من قلب موسى الملك المسخر بأمر الله إلى ميسى. سوف أدعي لمصر جزاك الله دعاء خير. من عند الله، ويقعد إلى مصر بأمر الله، ويفك إلى مصر حالها. اللهم امين. اللهم اصلح شأن مصر أجمعين، اللهم امين. وأرفع الهم والغم عن المسلمين، اللهم امين. ويسر حال أهلها، امين يا رب. واربط أي شيطان مريج يوسوس إلى أهلها. اللهم امين. اللهم اجعل مصر فوق العالم أجمعين. اللهم امين يا رب. وانصر أهلها وجيشها والمسلمين. اللهم امين يا رب. اللهم إنهم عبادك الضعفاء يا الله. على أرضك يا الله. يا الله. فانصر يا مصر. حكيم. اللهم امين. فانصر مصر. اللهم امين. فانصر مصر اللهم امين. وأهل مصر اللهم من امين. الطاغوت وأهل الكفر وأهل الكفر وأهل الكفر. فانصر مصر. فانصر مصر. اللهم فمصر هي التي في قلوب جميع المسلمين اللهم الذين آمين. يوحدون بالواحد الأحد لا رب إله إلا السماوات والأرض. لا اله الا اللهم اصلح شأنها. جزاك اللهم الله خير. اصلح شأنها. اللهم اصلح شأنها. اللهم آمين. اصلح شأنها. اللهم امين. اللهم امين يا رب. جزاك الله كل خير الحاج موسى. حاج موسى، العقوبات عندكم ايه؟ عندكم احكام؟ يعني مثلا لما جان يرتكب خطيئة او يأذي جان اخر، زي احنا بشر مثلا، انا اتخانقت مع محمد، اتخانقت مع احمد، بروح يشتكيني في محكمة وفي قضاء بيننا، في نظام للعدالة. هل النظام ده موجود في عالم الجان؟ مش بالصورة اللي عندكم ديت. مش احنا، انتوا هنا بتشتكوا لقاضي. احنا عندنا هناك في عالمنا ممنوع يعني انا الشيخ موسى على جسد ميسة، ممنوع اي واحد تاني جان تاني يدخل هذا الجسد، وان حصل يرجموه رجما 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 رجما. بيرجموه رجما عينا. طيب الخطيئة بينكم ايه؟ المشاكل اللي بينكم كعالم الجن ايه هي؟ احنا بنقتل وبنسرق وفي زنا وفي تعدى على الارض وفي غيبة ونميمة. لا، احنا عندنا هناك في عالمنا احنا الفتنة اللي بتبقى ما بيننا ان لما واحد يخش جسم انسان، واحد تاني جان تاني بيتعدى على الجان ده ما بيبقالوش عيش بعد كده. لا انت صاحب الموت. حضرتك دلوقتي صاحب المكان اللي انت قاعد عليه ده، مم. ينفع اي حد تاني يجي ياخده منك؟ لا. لو خدوا منك يبقى جزاته الموت على طول، طبعا مفيش القرآن كلام. قال كده الدفاع مفيش عندنا كلام. الدفاع عن العرض والارض ده خلاص. طبعا دي حياتكم من هنا. من مات دون عرضه او ماله فهو شهيد. أيوه. فهو ما هناك برضه كده. احنا هناك كده ممنوع. مش احنا ما عندناش هناك مشاكل مادية، مفيش مشاكل. طب الاكل يا حاج موسى بتاكلوا ايه؟ ولا ناكل. ازاي؟ كيف لا لا تاكلون؟ ما ناكلش. حديث الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان الجان او الشيطان بياكل مع الانسان حتى يذكر اسم الله. لما انت بتقعد على اكلك وما بتسميش يبقى في جان حاضر. شيطان رجيم بياكل الاكل اللي انت بتاكله. اصبحت مش انت بتاكله، هو اللي بيستفاد بيه الشيطان الرجيم. هو اللي بيستفاد اللي انت ما استعدتش بوجوده. أيوة. على اكلك. ايوه ونعم بالله. اما هي دلوقتي سمت وكلت اكلها بيبرع على الكل. أيوة. بس لا نقعد كده زيكم كده، لا.
معنى أنا كل واحدة موجودة على جسد وهو يذكر الواحد الأحد خلاص، لا إله إلا يأكل الله. بما يأكل هو ويبري على هذا وهذا. الحمد لله. طب ولله حاج موسى، الحمد. مش كل الجان بيكون موجود على جسد، في منهم طرقاء. في منهم ايه طرقاء. اعمالهم ايه؟ بتتصنف اعمالهم بين ايه؟ ورتبهم يعني في حد اقوى من حد أكيد. يرقص حد قبيله. أكيد أكيد. طب عايز نماذج، عايز اعرف العالم ده بعد اذن حضرتك. عندك مثلا قبيلة هاموش، دول جان مسخرين تحت الأرض وليست مسلمين. وليسوا مسلمين وليست جميعا. جميعا ليسوا ليس بينهم مسلمين. مسلم. ما فيش بينهم مسلم أبدا أبدا، لا يوحد الواحد الأحد. لا اله الا الله. هم ضمت يعني أنا هقول لك، شفت الناس اللي بتعمل سحر ونجاسة ما بيوحدوش الله استغفر الله ولا العظيم. بيذكروه سفليين دول. وبيعملوا سفلي. ايوه السفلي ده ده معنى كلمة سفلي بقى اللي هو تحت السفلي الارض. ده السفلي ده علاقة الجان يلبس جسم امرأة او رجل ماشي، يمارس حياته معها في الحرام. ايوه. حياته معها في الحرام، فتأخذ الحاجة التي بين هذا الرجل والست وتعمل عليها كتابة سفلية. هم الجان مخصصين بهذا. تعقد هذا الرجل عن زوجته، تعقده عن عمل، تعقده عن باب رزق يتفتح إليه يأكل منه ويشرب منه، تعقد حياته، تكركب حياته، تخليها فوقها تحتها بأمر من الشياطين وليس من الله، لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يأمر بالمنكر ولكن ينهى عنه. طبعا ينهى. الله ينهى عن المنكر والفحشاء، ولكن هذا يعملون المنكر والفحشاء. فهم قبيلتهم لو دخلوا جسد مسلم وعرفوا الدين هو موحد بالله بيقوموا سايبين ديانتهم القذرة دي ويخشوا إلى الدين الإسلام. بيسلموا. طيب احنا كمسلمين في عندنا دعاة بيسافروا كل أنحاء العالم اللي في الإسلام لنشر الإسلام. المسلمين من الجان هل بيسافروا للدعوة؟ في حد بيتخصص فيهم للدعوة بس؟ لدعوة الجان الآخر؟ لدعوة الجان الآخر عشان إيه؟ هقول لحضرتك. اتفضل اتفضل يا شموس. شفت انتوا هنا في طبيعة البشر لو ما لقاش رزقه هنا بيسافر بره. تمام. ليه؟ على أكل عيشه وزيادة رزقه وزيادة دخله. تمام. ماشي. احنا ربنا سبحانه وتعالى بيسخر ناس. محمد هيروح فلسطين، موسى هيروح السعودية، كريم هيروح الكويت، كده هيتمشوا بلاد الله الواسعة يسعوا فيها بقى حسب الجسم اللي قدامهم وحسب الحياة اللي قدامهم هم بيتكونون فيها. لو لقوا محمد ده موحد بالواحد ومقلبه وعقله مؤمن بيه، لا احنا هنيجي عند محمد. ليه محمد فجأة كده محمد بيحس بنفسه علمه بقى بيكتب هو بس عقله بيتكلم معاهم شويه، عقله بسم الله ما شاء الله عليه بقى عارف كل حاجه. تعرف خش جسمك يعرفك كل اللي بيدور في عقل الناس اللي قدامك. طيب ازاي هل الجان يقدر يعرف اللي بيدور في عقل اللي قدامه؟ يعني حضرتك انت الشيخ موسى، الحاج موسى، تقدر تعرف انا بفكر فيه قبل ما اقوله؟ ساعات اقدر افكر اعرف. لا ربنا سبحانه وتعالى. انا هقول لحضرتك لا، علم الغيب يعلمه الله. الله يبارك فيك. علم الغيب يعلمه الله. ولكن في نظرة ابتدائية كده، تقييم تخمين، في لما دراسة موقف زي عندنا احنا كده. ايوه اعرف انت فكرك رايح فين في بعض الاوضاع. ولكن علم الغيب يعلمه الواحد. الله ينور. يعني ما لم ألحظه ربنا قال وما لم أفعله ولو اطلعت على علم الغيب لاخترت من الواقع، لأن علم الغيب صعب، لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، صعب وفوق خيالك، فوق خيالك. أيوه. يعني هقول لك مثل بسيط. اتفضل. لو واحد عرف نفسه ان هو هيموت كمان ساعتين، بلاش كمان يوم، لا هم ساعتين، الساعتين ضمت
هيبقى ماسك فيهم المصحف، الوضوء، الله، الدعاء، صح. حابس نفسه خلاص على غير طبيعته. هو عارف بقى ان هو على غير طبيعته. هيودع الدنيا، على غير عايز يروح طبيعته. لربنا ده سبحانه وتعالى وهو نظيف. صح. فهيعمل على ايه؟ ان هو لازم يروح لربنا وهو قلبه نظيف. ولو عارف ان عنده 60 سنة لسه هيفسق ويفجر لحد يقول لك اخر 5 6 سنين. يجي اخر، لا ما يجي اخر 5 دقايق. أيوة، مش 5 6 سنين. أيوة، ما تخافش على نفسك. 5 أيوة، دقايق اخر. أيوة. مش بيقول لك من عاش على شيء مات عليه. من عاش على شيء مات عليه. الطبع يغلب التطبع. ليه؟ لان الانسان اللي اتولد على الطاعه والمحبه ونشأ في اسره تسودها الحب والموده والحب والاحترام والاخلاق الحسنه، سوف يطلع منها اولاد يكونوا دعاء للدين الإسلامي وينصرون مصر في كل مكان. تمام. طيب انت من شوية حضرتك ذكرت المارد. ايه هو المارد؟ وايه احنا قلنا الشيطان الرجيم خلاص، وقلنا ايه هو المارد من الجن؟ واطفال الجان، يعني مثلا احنا عندنا اولادنا بنقول ده طفل ده كذا، هي نفس هل في اطفال صغيرين ممكن يلبسوا جسم انسان؟ يا استاذ محمد، مش انتوا عندكم بتولدوا وتتكسروا؟ بالظبط. ما هم هناك بيولدوا ويتكسروا. لا اقصد الطفل الصغير، يعني هل الجان له سن معين؟ سن هو الجن عشان ممكن انا دلوقتي عيل زي اي عيل في الدنيا دخل الحمام ومثلا لا مؤاخذة وقع في الحمام، مش كده لمسوا جان؟ طيب هل كل اللي يقع في الحمام يلمسوا جان؟ وايه شروط اللبس؟ يعني الجان مثلا ده حد بيأذيه يقوم يلبسه؟ الجان ولا بدون ضرر؟ لا الجان ده كل انسان منكم له قرين. جميع البشر له قرين، يا اما قرين ينطق بالخير يا اما قرين ينطق بالشر. زي ما صاحبه يعوده، زي ما هو بيوسوس لك، هو بيوسوس جواك، هو داخلك. او ممكن الانسان يتغلب عليه، هو داخلك وبجسدك كامل متكامل. بس ممكن الانسان يتغلب عليه بان هو لو انسان صالح هو بيبقى صالح زيه. مش هيوسوس له بالشر. الله ينور عليك. مش هيوسوس له بالشر، ولكن هيوسوس له بالخير. صح، لان هو بقى طبيعته ان هو خير، ان هو بيحب الخير. تمام. زي مثلا دلقت ميه سخنه على الارض بالليل من غير ما تسمي. ايوه بالظبط. من غير ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه ما سميتش خلاص، اللي هم انت ما استعذتش بالله. طب عندما اذكر الله ماذا يحدث؟ يعني انا هكب ميه لكن ذكرت اسم الله، تترفع الشياطين وتتقيد وتبعد عن المكان، تبعد تماما عن المكان. انت مش لما بتخش الحمام بتقوم قايل ايه؟ نستعاذ بك من الخبث والخبائث. الخبث اللي هم الخبث ذكور الايه؟ الجان المتواجد في الحمام. والخبث النساء. ايوه ماشي. هم مش انت بتستعيذ منهم عشان خاطر ما لا تلمسك انسيه ولا جن. بالظبط. بتستعيذ منهم وربنا قال ولما حين تطلع تقوم قايل غفرانك. ايوه بالظبط. ليه؟ انت دخلت مكان هم بيبقوا موجودين فيه، مش لو وسوس مش قبل كده، مش وسوس لانسان، مش وسوس لانسان وقال له هات مصحف لله واقطعه ودوس عليه في الحمام. استغفر الله العظيم. لناس كتير، في ناس كفرة كتير، استغفر الله العظيم. طبعا سفليين وكفرة. كفروا علشان يخاووا جان يحرك لهم يقلب لهم انا عايزه في حياه محمد ده دلوقتي استخدمه في الشر، اخليه عليها واطيها خالص. ايوه. اخليه ينسى قلمه ده نهائي اللي هو بيكتب بيه. عشان تكون عارف حضرتك ولو يذكر الله وجان عاصي مشرك تحداه، تعتقد منه تحدى الله؟ لا انا بقول الجان تحدى انسان يذكر الله، محافظ على صلواته، ملتزم. هل الجان يقدر يأذيه؟ هو هيحاول يأذيه، هل هيجبروا عليه سلطان؟ احنا قلنا ان ده ليس السلطان الا على الضعفاء. على الضعفاء. ضعفاء القلب والايمان. ضعفاء القلب والايمان وليس الاقوياء. لان ربنا قال لما خاطب الشيطان
قال له إني لأغوينهم إلا عبادك منهم المخلصين. طيب. لأن في عباد مخلصين لله بشدة فوق خيالك، فوق ما أنت تتصور. حاج موسى، أنت تحفظ القرآن إن شاء الله. إن شاء الله. في حفظ القرآن، هل وانت حافظ القرآن تقبل تعمل ضرر لحد؟ عمري ما أضل أي حد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا بهذا، لأني أنا جئت على جسد مسلم أعالج بأمر الله من جميع أي شيء، أي نكار أفكه بأمر الله. حتى لو حد عامل سفلي أنا مش بتعامل معاه. طيب، هل الفك ده مش نوع من الطب أو نوع من الدراسة؟ هل أنت دارس الحاج موسى دارس أصول الحاجة ديت؟ يعني مثلا تعرف إن الشيء ده بيعالج المرض ده؟ هل أنت درست ده ولا العلم ده جالك منين؟ لا، من عند الله. العلم بيجي من عند الله. طيب، هل كل هقول إنسان يعرف لحضرتك كده؟ على حاجة. اتفضل. عشان أنا بس أحب أبسط لك أمورك اللي قدامك. الله يخليك. حضرتك محمد سيف ما طلعش محمد سيف كده مرة واحدة. تمام. ما بقاش ماسك قلم مرة واحدة. تمام. ليه؟ بدأ حياته من الصفر لحد لسه دلوقتي برضه بيكابر ويحاول ان هو يوصل لأعلى المراتب. تمام. هيوصل ازاي؟ لازم أن يشغل مخه، لازم أن يعرف كل حاجة بتدور حواليه. صح. ويعرف كل بني آدم قدامه بيفكر في ايه علشان يعرف يتعامل معاه. لو ما عملش كده مش هيعرف يتعامل مع اي حد. هيفشل في المجتمع. هيفشل مش في المجتمع، هتفشل في عملك وفي حياتك كلها. تمام. المجتمع، العمل كله والحياة. فانت لازم عشان تكون صح. الدكتور بيدرس الطب عشان يبقى دكتور، المهندس بيدرس الهندسة عشان يبقى مهندس، العالم، الحاكم، جميع البشر كل واحد بيدرس العلم اللي هو فيه. طيب، حضرتك بقى درست طب او ان مثلا اعالج الناس ازاي؟ يعني لها اصول، ربما قد وصل حد تكون مخالفة لطبيعة البشر وتأذيه، فلازم تكون عندك علم مثلا ان الاعشاب الفلانية بتشفي المرض الفلاني او بنسبة كذا او بالجرعة الفلانية. الله يفتح عليك ويصلح حالك. اللهم امين يا رب. بص يا حاج محمد، اتفضل يا حبيبي. دلوقتي انا بدرس الحالة اللي قدامي، ان كان فيها شيء صعب علي انا ولن اقدر اعمله لن اعمله. يعني بتقول له ده ما اعرفش فيه خلاص. أيوة، بارك الله فيك. حتى اما هي حد يجي ويتعالج ياخد الاعشاب الطبية، ولكل حضرتك علم ان الاعشاب الطبية تفيد بكتير عن الدواء تاني. اكيد طبعا. نهائي. لانها طبيعية. الاعشاب طبيعية على الصورة الطبيعية بتاعتها. طبيعية قبل المواد الكيماوية والغرض. المواد الكيماوية لما بتخش الجسم بتبهد جسمك. وبتأتي بأمراض أخرى. أيوة، لها آثار جانبية. ورب السماء ورب الأرض لما تتعالج من حاجة في البشر بتضر حاجات تانية كتير. أيوة. وخاصة الكيماويات لما بتخش جسد المسلم بتقتله، بتقتل في حاجات كتيرة. زي الناس مثلا بقى عندهم مرض مزمن أو حاجة مدمنة أو حاجة لازم زي مثلا القلب اللي بياخدوا له غسيل وحاجات وكيماويات، ويخش ياخدوا يغسلوا كلى وحاجات من دي. انتهى عمر. كده انتهى عمر. والكبد والحاجات دي كلها، كل دي من ايه؟ من العفنة اللي كانوا بياكلوها. ايوه. من العفنة اللي هم كانوا بياكلوها. او مثلا واحد زي اللي بيسافروا عندكم بره دمت من هنا يروحوا يعملوا علاقات جنسية، يأتون بالإيدز وما شبهه، ويأتون بأمراض ثانية كثيرة لن تعلمها، ولكن هم يعلموها جيدا. يروحون يسافرون ويأتون بالأمراض الخبيثة إلى أهلهم، ويأتيهم هم هنا وسوف يمارسون معهم الحياة والمعاشرة
ولكن ما يدرون ما هم يطلعون به من جسد كل إنسان أو إنسان يعاملون معهم هذه مم. الخطيئة. حاج موسى، أمال سن حضرتك انت كام سنة؟ أنا سني شمعنا. لا خلاص احنا اتفقنا، السؤال اللي عايز حابب تجاوب عليه جاوب عليه، مش حابب خلاص ما فيش مشكلة. انا سألت اعمار الجن في البداية، قلت لي ساعات كتيرة جدا جدا جدا، الجان توصل الاف الجان السنين. بتوصل لآلاف لآلاف السنين، السنين، آلاف ايوه. آلاف السنين، ايوه لأنهم هم موجودين من قبل أن تأتوا إلى الأرض. ايوه. لا كان في معالج بيتكلم مع حالة قدامي، حد بيعالج بالقرآن، فطلع جن عنده 13 سنة، اتكلم ونطق وقال انا عندي 13 سنة. فانا بسأل يعني 13 سنة سن صغير أنا بقول انه لحضرتك يلبس او يلتبس في لا، جسم. لا مقاطعة لكلام حضرتك، مم. ولكن الجان أعمار 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 أعمار، لأنهم هم أساسا موجودين قبل أن يخلق الله البشر. اه طبعا الجان هم ربنا خلق ابليس مخلوقين قبل ادم. قبل أن يخلق البشر. ايوه. وعمر البشر مش بيساوي عمر الجان أو ما شبه ذلك. الأعمار بتاعتهم مختلفة تماما. هنا عندكم في البشر لو واحد عاش 100 سنة يبقى خلاص ده. ده لا بقى هو له بيبقى ميت كده. قبلها ب 30 سنة، يعني وفي بعتبره ناس ميت. بتموت وهي عندها 10 سنين 5 سنين. اطفال ما الأعمار بيد الله عز وجل. ونعم هو بالله. يعني دي بتبقى هدية من الله للإنسان، ولما يأخذها لن يسأل فيها، هو يجيبها وقت ما يشاء ويأخذها وقت ما يشاء. امانة. طيب حاج موسى، هل ترون الجن؟ بتروا بعضكم اكيد. آه. يعني مثلا احنا طبيعة نظرنا ربنا سبحانه وتعالى مش كاشف عنها الغطاء، فبنشوف البشر، بنشوف بعض الكائنات، لكن ما نقدرش نشوف الجان، لكن الجان يقدر يشوف بعضه ويشوف البشر. ويشوف البشر اكيد طبعا، بيشوف آه. بعضه ويشوف البشر. آه. طيب احجام الجان ايه كخلق الله سبحانه وتعالى مقارنة باحجام او اجساد البشر؟ مين فيهم كهيئة اقوى او بنيان او اطول؟ بص حضرتك، هيئتنا هناك وهيئة الجان طوال القامة، طوال القامة فوق ما انت تتخيل، طوال القامة، أحجام كبيرة وليست صغيرة. أحجام الجان كبيرة كبيرة أكبر ما أنت برضو تتخيل، ولكن عندما يلبسون جسم مسلم أو مسلم أو نصارى أو يهودي أو أي كان جسم إنسان على وجه الأرض، يأتون بالصوت ولكن ليس بالجسد. ليس بالجسد. لأن الجسد لا يتحمل وجود هذا الجسد عليه. طيب ولكن يأتي بصوته بس. تمام تمام. طيب أشكالهم مين أجمل، البشر ولا الجان؟ لا يعني البشر. البشر أجمل، ربنا البشر فضلهم. أجمل. ربنا فضلهم. لا البشر أجمل. البشر أيوة. أجمل بكتير. الحمد لله رب العالمين. البشر أجمل بكتير، ولكن عندنا هناك الجان اللي هم الإنس، الإناث. تبارك الله فيما خلق، ولكن الرجال أشكالهم تكون فيها غلظة. أيوة. فيها غلاظة لا تقدر ولا أن تنظر إليها. أيوة. طيب في بيعيشوا على وجه سطح البحر. كنا كتير. نسمع واحنا أطفال يقولوا لنا في جنية اللي في البحر، يقولوا كتير جنية. على وجه هل النساء على البحر، في البيوت، على الطرقات. يعني الشائع كان عندنا ان اللي بتعيش على اللي في البحر بتطلع جنية، يعني انها انثى، وكانوا الناس بيصوروها انها طويلة الشعر وجميلة. انا قبل ما حضرتك تكمل قلت لك عندنا الانسيات، الانثى جميلة، ولما تأتي الى جسد رجل ترغبه في كل ما يخطر على بالك. وعلى الرغم من كده لما تأتي إلى رجل يشوفها شيئا النظران بعينه، ولكن ليست تظهر على جسده، ولكن يشوفها كده قدامه زي ما انت شايفني انا شايفك كده. اي يشوفها يراها، هو يراها.
يأتون إلى الرجال بأمر الله، بس ما يقدروش يلمسوها. ايوه، ما يقدرش الإنس هو ما يقدرش الإنسان يلمسها يلمس الجان. لكن هي تقدر تلمسها. هي تقدر تعمل كل اللي هي عايزة تعمله، ولكن هو لا يجرؤ ولا لو يعني أتى هي ممكن جنبها. تستمتع، هي ممكن تستمتع بيه كرجل، لكن هو ما يقدرش. ما يقدرش، ايوه. لأنها هم عندهم القدرة إن هم يلبسون جسدي وقت ما يشاءون وكيف يشاءون، ولكن هو ليس عليه أي قدرة ولا سلطان عليها. طيب، هل الجان ليه قدرة التمثل في الظهور لمن أراد؟ يعني ممكن يظهر بدون تلبس بجسد إنسان؟ يعني ممكن يحكى إن الناس شافوا عفاريت وكانت ماشية وبتحرك وبتكلم واختفى، ظهر واختفى. هل لهم إمكانية الظهور والاختفاء؟ شيء طبيعي، وهذا موجود على وجه البشر. هم يظهرون ويظهرون ويختفون في ويمارسون لحظة. حياتهم على وجه الأرض بما هو آتين إليه، أيوة. ويختفون. ممكن حضرتك تشوفهم ويختفوا، أيوة. ممكن ملك تشوفهم ويختفوا، أي إنسان يشوفه طيب، ويختفي. لو ظهر وحد مسكه وهو ظاهر، هل يقدر ما يرجع يقدرش تاني؟ يلمسه، عشان لو لمسه هيأذيه. لا، طب هقول لحضرتك على حاجة. أتفضل. الرسول الكريم عليه عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام لما كان بيصلي بعد الفجر لحد الصبح، ظهر جان في المسجد، في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، في بداية البناء المسجد. الرسول عليه الصلاة والسلام مسك الجان وربطه في سرية المسجد اللي هي كانت زي جذع نخلة، وكان بيقول هتركوا للصباح ان هتركوا. المسلمين. فلما عملوا وربطوا الرسول عليه الصلاة والسلام وربطوا، فجاء قال له كيف أصرفك؟ قال له أنا مش هنصرف. قال له كيف أصرفك؟ قال له أنا مش هنصرف. قال له كيف أصرفك؟ أما يقول له اقرأ آية الكرسي علي 3 مرات. فقرأ 3 آية الكرسي. كل ما يقرأ آية الكرسي يحرقه. أي يحرقه ويعذبه. اتحرق واختفى. آه. أي بس هو الرسول صلى الله عليه وسلم أطلقه وربطه في صلاة المسجد ربطه. طب هو نار أو هواء مش ممسوك. يا أستاذ يا محمد، ده النبي عليه الصلاة والسلام، ده رسول مرسل من عند الله وليس من عند البشر، ويتعلم الدين من جبريل. أيوة بس وجبريل الذي مكلف من الله أن يأتي إلى الأرض إلى محمد. بس ربنا سبحانه وتعالى دي للعبرة يا أستاذ محمد، دي لعبرة البشر وليس لرب البشر، دي للعبرة للبشر. هذه القصة لتوحيكم بالعبرة لأجلكم أنتم كبشر، كأجلكم أنتم كبشر وليس لرب البشر. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقول للشيء كن فيكون، فيكون بأمر الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى. هقول لحضرتك على شيء. اتفضل. مصر مليانة بكنوز الله، ومصر مميزة عن أي دول العالم بما فيه من حضارة الأثارات والفراعين. ماشي؟ تمام. بلادنا ديت فيها كنوز كتير، وبلادكم، ولكن بلادكم مصر مليانة بكنوز الله. الأثارات اللي تحت ديت بتطلع بأمر مين؟ بأمر الله. بس بتبقى هبة من عند مين؟ من عند الله. الله يفتح عليك. هل بيبقى حد عارف فين المكان المعين للحاجات ديت؟ لا طبعا، ده رزق. ولا الجان هم اللي يعرفون، لأنهم هم الذين يمشون تحت الأرض وهم الذين يمشون فوق الأرض. ممكن دي طبيعتهم انه ينزل تحت الأرض. لا، بينزلوا وأنا بنزل تحت الأرض. أنت حاج موسى بتنزل تحت الأرض؟ أنا بنزل تحت الأرض وبشوف خير ربنا اللي تحت الأرض. سبحان الله. بنزل وبخش مقابر وبخش الأماكن دي. سبحان الله. بخشها وبشوف. سبحان الله. بخش وبشوف. أنا بقول لحضرتك هنا حاجة بس عشان إيه؟ من باب العلم بالشيء.
ان الحاجات دي ما بتطلعش لكل الناس، ولكن بتطلع رزقه. للناس اللي هي مسعودة، اللي لها، ربنا كاتبها اللي لهم. ربنا كاتبها لهم رزقه. سبب صبرهم، او منحة من الله. لا إله ولما إلا الله. يجي امر من الله سبحانه وتعالى ان تطلع فبتطلع، مفيش منها مفر. يعني لو حضرتك ساكن هنا وفجأة انت مشيت وفجأة جه غيرك ولقى فيه هنا كنز. كنز. نصيبه هو مش مش نصيبه أنا. شوف، يعني انت ممكن مم. تقول نفسك انا كنت قاعده بقالي لا، كام سنه فيه. نصيبه هو. شوف هو مجرد لا، ما ده نصيبه هو قصة ورزقه سيدنا هو. موسى مع الخضر لما وجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. فأقام. قال لو شئت قال لو شئت لاتخذت عليه طلع أجرا. الجدار بتاع يتامى يتامى. وهم صالح لما يكبروا يتلاقوا الكنز بتاعهم. لا أيوة سبحان الله. دي قصة مين؟ دي سيدنا قصة موسى أهل والخضر. الكهف. لا، دي سورة الكهف. سورة الكهف. سورة قصة الكهف. سيدنا موسى مع سيدنا الخضر. انت لو انت تعلم ما في سورة الكهف، وربنا سبحانه وتعالى قال من حفظ 10 آيات من سورة الكهف دخل الجنة، ومن قرأ سورة الكهف من الجمعة إلى الجمعة حفظته. سبحان الله. لأن ونعم سورة بالله. الكهف فيها عبر كبيرة لمن يتعظ. فيها واستعينوا بالصبر والصلاة. ربنا سبحانه وتعالى يا أستاذ محمد، الدنيا دي فيها كتير، وعلشان تعرفها كلها مش من مرة واحدة. طيب يبقى لنا لقاء مع حضرتك ثاني ان شاء الله رب العالمين. الله وانا بشكر حضرتك. في نهاية الحلقة بنشكر مشاهدينا الأعزاء على أمل في لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.